هو يعني علشان ولا في زبده ولا في بيض مش هنعمل بيتي فور؟ ده كوبايه الشاي في الشتاء ما تحلاش غير بشويه بيتي فور جنبها. تعالي يا ست الكل لما اقولك ازاي تعملي شويه بيتي فور زي السكر بالشكل اللي انت شايفاه ده، من غير ما يكون عندك زبده ولا بيض. مكونات سهله جدا جدا، وان شاء الله بعد ما تشوفي الفيديو ده هتقومي تعملي حبه بيتي فور زي العسل من ايديكي. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف خلق الله. معايا اول حاجه كوبايه من السمنه، المقادير كلها عايرها بكوبايه المطبخ. خدت السمنه من العلبه على طول، ما سخنتهاش ولا سيحتها ولا اي حاجه، مرمله زي ما حضرتك شايفه كده بالظبط. هنزل بكوبايه السمنه كده في البوله، ونص كوبايه نفس اللي عايرتي بيها السمنه. خدت نص كوبايه من السكر البودره. في وصفه النهارده لازم السكر بتاعك يكون بودره، ويفضل كمان انك تنخليه، والاحسن انك تطحنيه في البيت كمان. الخطوه دي هي اللي بتنجح البوتيفور، وهي اللي بتنجح النواعم الاقتصاديه، البسكوت اللي عملناه مع بعض قبل كده في فيديو قبل كده من غير بيض ولا زبده. والبيتي فور لازم السمنه والسكر يتضربوا كويس جدا جدا مع بعض لغايه ما يبقوا كريمي فاتح كده. ممكن تضربيهم بالمضرب الكهرباء برضو، بس انا النهارده عشان وصفه اقتصاديه فشغاله بالمضرب السلك عشان يناسب الجميع. ضفت 3 معالق من الزيت، معالق الاكل ضفت 3 معالق من الزيت، وادي كمان 3 معالق من الحليب. وبرضو بستمر في الخفق مع بعض لغايه ما كل المكونات تتجانس. كل ما اضيف مكون بديله حقه في التقليب. هضيف ظرف من الفانيليا عشان يديني ريحه حلوه جدا للبيتي فور، لان البيتي فور النهارده بالفانيليا. وهنزل بكوبايتين من الدقيق بالتدريج، ويفضل انك تنخلي الدقيق كويس جدا، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر او الكيك شيف. كوبايتين نفس كوبايه السمنه والسكر، عايرت كوبايتين من الدقيق مش مليانين قوي، يعني في فرق من اخر الكوبايه كده سنتي تقريبا. نفس مقدار السمنه كنت سايبه فرق في الكوبايه فوق سنتي، زي الدقيق والسكر نص كوبايه. بس اهم حاجه تكنيك الخليط في الاول، لازم تضربي السمنه والسكر مع بعض كويس جدا. كوبايتين الدقيق بس اللي هضيفهم، وهلم العجينه لغايه ما الاقي العجينه بتنضف نفسها. ممكن الدقيق بتاعك يختلف عن الدقيق بتاعي. ازاي؟ ممكن الدقيق بتاعك يكون محتاج شويه سوائل. ممكن بقى لو لقيت العجينه جافه ويابسه معاكي، ضيفي معلقتين 3 من الحليب لغايه ما تشكل معاكي شكل الورده، او هتحطيه في المكنه بتاعه البسكوت هيبقى حلو جدا. انا هستخدم التيب بتاعه البسكوت البيتي فور العادي، اللي هو تيب الورده المفتوحه زي ما صورته لحضرتك دلوقتي. والعجينه سلسه وناعمه جدا، وشكل الورده بينزل معايا مظبوط وفي منتهى السهوله. لو لقيت العجينه ناشفه معاكي شويه هتضيفي معلقتين 3 من الحليب. لو عايزه تشكلي البيتي فور في مكنه البيتي فور هيبقى حلو جدا برضو. ظبطي العجينه، ولو لقيتيها زي ما قلت لك ناشفه هتضيفي معلقتين 3 من الحليب لغايه ما تديكي الشكل الحلو، ويطلع من الفرن نفس الشكل زي ما دخل زي ما خرج. ده ليه؟ لان ما زودناش سكر. لو زودت سكر البيتي فور هيفرش منك وهينشف. ولو زودت سمنه الرسمه هتروح، ولو زودت بيكنج باودر برضو الرسمه هتروح. فلازم تلتزمي بالمقادير. النهارده مسهلها لك قوي قوي عشان تعملي احلى شويه بيتي فور دايبين دوبان. اللي بيحب البيتي فور ماسك نفسه شويه وفيه قرشه هيعجبه قوي الوصفه دي. لكن الناس اللي بتحب البيتي فور دايب خالص كده، اللي هو بتحطيه في البق يبوش، مش هيفضلوا الوصفه دي. بس هي الفرق بين اللي بزبده وبيض ووصفه النهارده ان البيتي فور بتاع النهارده زي ما انتم شايفين كده مرمل، وفي قرشه خفيفه جدا زي ما انت شايفه كده حضرتك، بيدوب دوبان. وانا هعتمد بوصفه البيتي فور دي برضو اقتصاديه، ومن انجح الوصفات الاقتصاديه بصراحه. اتمنى ان انتوا تجربوها. بنحط البيتي فور على الشبكه درجه حراره 180 لحد ما ياخد اللون الحلو ده، وبتطلعيه وتسيبيه يبرد، ما بتنقلهوش من الصاج غير لما يبرد خالص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية بحفظ الله.